الراجل كان بيرمي سناكس منتهية الصلاحية في الزبالة، وفي اللحظة اللي بعدها السناكس اتنقلت لعالم من 1000 سنة. الناس هناك خطفوها بسرعة وبدأوا ياكلوا فيها بجوع. الراجل استغرب جدا وحس إن في حاجة مش طبيعية في الزبالة، فقام جايب كل السناكس اللي عنده ورماها، وهوب لقى جوه الزبالة مرآة بتلمع. خدها على البيت علشان يشوفها كويس، وكان فاكر إنه لقى كنز مدفون أو حاجة كده. فجأة المرآة طلعت صوت، لكنه بدأ يتكلم معاها. الناس اللي في العالم التاني بلدهم كانت بتتعرض لهجوم ومفيش أكل ولا مية، فبدأوا يتوسلوا علشان ينقذهم. الراجل ما كانش معاه فلوس، بس قرر يستغل المرآة العجيبة دي وياخد منها كنوز من الزمن القديم ويبقى غني جدا. وطلب من الستات هناك يبدلوا الذهب والجواهر بالطعام، وبالفعل شالوا كل المجوهرات اللي معاهم ورموها في المرآة. الراجل كان طاير من الفرح، افتكر نفسه خلاص هيبقى مليونير، فراح صب كل الأكل اللي عنده في المرآة، وفعلا ظهر الأكل قدام الجنود الجعانين هناك. بعدها راح بالذهب لمحل تحف وأنتيكات، وصاحب المحل عرض عليه 6 ملايين دولار. الراجل كان مبسوط جدا واشترى كمية أكل ومياه مهولة وبعتهم من خلال المرآة. كمان دخل على الإنترنت وبدأ يدور على خطط عسكرية علشان يعلم بيها القائدات الستات إزاي يكسبوا الحرب. الناس هناك وقفوا بالطوابير ومعاهم مجوهراتهم وبيبدلوها بالأكل. الراجل باع كنوزهم القديمة وبقى غني جدا، واشترى لهم أسلحة حديثة وساعدهم يكسبوا الحرب اللي من 1000 سنة. وفي الآخر هو والقائدة وقعوا في الحب. ادت له قلادة من اليشم. اليشم حجر كريم أخضر، لأنها كانت حاسة إنه حب حياتها الحقيقي.